السلام عليكم إخوة ديالي المتتبعين. غنحاول نتكلموا على الأسباب اللي خلات الفرق البيضاوية الرجاء والوداد في هاد الأزمة، وخاصة فريق الرجاء اللي كنعرفوه هل يعودون بيرسل الكرة من يا الألفينات. الديربي. وهي الرئيس. شكون اللي كيختار الرئيس؟ بطبيعة الحال المنخرطين والضغط ديال لي زيلترا. واش كتعرفوا باللي ان نعطيكم على سبيل المثال الرجاء من 2004 تقريبا ما داتش عصبه، فقط البطوله ولا كاس العرش، راه هادو ولاو في متناول نهضة الزمام. راه كاع اللي طلعت من الهوا تقدر دير البطوله، تقدر دير سميتو ودي كاس العرش. حنا كنشوفوا غير بركان كاع كاس الكاف شحال من هاي، والتمثيليه على المستوى الافريقي والبطوله كاس العرش. دونك ما بقاش نقولوا شي قيمه. القيمه ديال الفريق وهي العصبه الابطال الافريقيه. صحيح ان الوداد دات هاد السنوات الاخيره مع السعيد الناصري، اما من قبل ولا حتى مع هذا الرئيس الحالي راه ما كاينش النتائج. اذا نرجعوا للنقطه ديالنا. الرئيس اولا كيفاش كيتم التعيين ديالو؟ فقط كيبارطاجي شي صوره انه مع الفريق، وانه انه ضد الغريم. على سبيل المثال مشينا للرجاء، غادي يكون هذاك الرئيس كيضرب في الغريم التقليدي اللي هو الوداد، وكيبين راسو راه مع لي زيلترا، وبالتالي كيتم المنح ديالو الرئاسه. هذا هو المشروع ديالو، خاص يكون ضد الغريم ويكون انه مع لي زيلترا. صافي، هذا هو المشروع ديالو. مش عندوش اهداف، ما عندوش كفاءه باش يسير الفريق. على سبيل المثال كنشوف الرئيس ديال المحمديه اللي تخلى، اللي ما حقق مع المحمديه حتى شي حاجه، وناض كلاش ايضا الغارم اللي هو الرجاء، كلاش الجماهير ديالهم، وبين على انه راه ودادي. ومن خلى دابا خلى فريق المحمديه اللي فريق كبير، وجا كيدرب، جا كرئيس ديال الوداد باعتقاده انه غيحقق مع القاب، في حين ما حقق والو. جاب مدرب، جاب هاد الشيء ما غيدير والو، لان الفاشل كيبقى فاشل، والانسان الناجح راه كيكون ناجح. كنشوفو غير من الزمامره بالقشور طلع من الهوات، عندها غير سوق وفين وصل معاه تبارك الله. كنشوفو غير بركان فين كانت وفين وصل معاه. انت مخلي شباب المحمديه فريق اللي عريق، وجيتي المحمديه كون كان عندك ما تعطي، وغتعطي المحمديه اولا. ولكن الجماهير الوداديه تقعوا البات، ما شافت هذاك كيكلاشي في الرجاويين، رشحوه وانتخبوه.